حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هنعمل فيه شويه تنسيق ملابس كده على الماشي. لو مهتمين بالموضوع وعايزين تعرفوا هنعمل ايه تابعوا معايا لاخر الفيديو. بس قبل ما نكمل الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده يا اميره الحكايه وما فيها ان انا جايه النهارده اقول لكم افكار معينه ممكن تستخدموها وتتفرجوا على الفيديو ويكون مفيد بالنسبه لكم. ان انا انسق شويه هدوم كده مع بعض وتجيلك الفكره وانتي قاعده وتتحمسي كده وتقومي تفتحي دولابك وتطلعي منه الحاجات اللي موجوده عندك وتيجي تنسقي انت كمان على ذوقك او الطريقه اللي انت تحبيها. طيب النهارده هننسق ايه مع بعض؟ هننسق البلوزه البيضه دي الكتان زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما احنا عارفين ان اللون الابيض ده سيد الالوان. انا على الاقل بالنسبه لي انا ما بحترش في التنسيق فيه ابدا. اي بنطلون هيجي معاه جينز قماش اي حاجه هتيجي مع اللون الابيض. يعني لو انت محتاره وعايزه تنزلي وخايفه من تركيب الالوان على بعض وان انا احط ايه مكان ايه، خليكي في الامان احسن وخليكي في اللون الابيض. نسق سواء هتلبسي البنطلون باللون الابيض هتلبسي عليه اي بلوزه اي تي شيرت اي حاجه بلون مختلف هتبقى تمام. لو البلوزه باللون الابيض كده لو لبستي عليه اي بنطلون واي طرحه هيبقوا تمام. يعني مش هتحتاري خالص وانت بتنسقي البلوزه باللون الابيض. ولازم كل واحده فينا يبقى عندها اكتر من قطعه باللون الابيض. يعني زي كده حاجه مقفوله كده من قدام ومفتوحه، حاجه كده يعني مقفوله كده وليها ستايل معين. هي كتان على فكره. ممكن القميص ممكن شميز ممكن تي شيرت اي حاجه باللون الابيض مش هتحتاري بجد فعلا وانت بتنسقيها. وكل حاجه لايقه عليها سواء من تي شيرت ابيض هتستخدميه ان انت تلبسيه من تحت وتحطي عليه اي قميص بقى طقم بسرعه كده واوتفيت بسرعه ممكن اجهز بيه وانزل من غير ما اعمل اي غلبه ولا اي شغلانه. بس النهارده انا هنسق ده طبعا زي ما انا قلت لكم ان هو خامته كتان، هو خامته صيفي. انا عارفه ان احنا خلاص دخلنا على فصل الخريف وننام خلاص يعني بنبتدي المفروض ننسق كده. بس انا عارفه ان الفيديوهات دي انا كنت المفروض اعملها بس اتاخرت فيها، سامحوني في التاخير. بس انا جايه اقول لكم النهارده ان الخامه دي فعلا بتبقى مريحه جدا في الصيف وفي فضفاضه وشكلها بيبقى شيك قوي في اللبس. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنبتدي ننسقها مع بعض. هلبس لكم اول اوتفيت وهرجع تاني اوريكم. لبست اول اوتفيت وهستخدم السليبر اللي هو ده. انا كنت عاملاه يعني هو ما كانش كده، انا مش شاريه كده بس انا عملته. لو عايزين تعرفوا انا عملته ازاي اكتبوا لي وانا اعمل لكم فيديو كامل للموضوع ده. اول حاجه هلبس السليبر. طبعا الشنطه ممكن يبقى اي اختيار للشنطه، يعني ممكن تبقى الشنطه كده باللون ده زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ طبعا انا لبست الطرحه باللون الابيض عشان تبقى محايده لان هغير كذا مره فهيبقى الموضوع مرهق بالنسبه لي. انما انت ممكن تغيري اكتر من مره واكتر من طرحه. يعني مثلا ممكن تحطي الطرحه دي ثواني كده. يعني يا اولاد على سبيل المثال ممكن نلبس الطرحه باللون ده كده. انا طبعا عشان مش عايزه اغير اكتر من طرحه علشان ما يبقاش الموضوع مرهق بالنسبه لي. انت فيكي تغيري الطرحه على حسب لون بشرتك وعلى حسب ذوقك زي ما تحبي. بس ادي ده اول اوتفيت بالشكل ده. ممكن ان انا البس برضو كوتشي ابيض على الطقم ده هيبقى حلو جدا برضو. ممكن ان انا اغير الشنطه تبقى مثلا باللون ده برضو هيليق على الزيتي والطرحه والكلام ده. ايه رايك؟ ده اول اوتفيت. اجهز الاوتفيت تاني وارجع لكم. وادي الاوتفيت تاني لبسته على بنطلون باللون البينك مع باليرينا لونها ابيض والشنطه باللون الروز. ايه رايكم؟ وزي برضو ما قلت لكم الطرحه على حسب اختيارك وعلى حسب لون بشرتك زي ما تحبي ده ذوقك. بس انا لابسه دي انا ممكن البس حاجه على روز فاتح برضو، ولكن زي ما فهمتكم ان انا بغير كتير فالموضوع بيبقى مرهق بالنسبه لي. لبست العقد الاحجار ده باللون البينك برضو ومعاه الاخضر ده. قلت اكسر الالوان شويه كده عشان يدي شكل حلو. ايه رايكم؟ شكله شيك. وفي كنار تحت للبنطلون على فكره البنطلون ده كان من شي ان. ايه رايكم في اللون مع الكتان ده البلوزه الكتان دي؟ ايه رايكم؟ انا حبيت قوي ده. والشنطه برضو عاطيه شكل حلو قوي. برضو ممكن تغيري الشنطه، ممكن بدل اللون البينك ده ممكن تخلي الشنطه كده مثلا اي لون على حسب اللي موجود عندك. يا رب كده يبقى الفكره واصله ان تقومي بعد ما نخلص كده تتحمسي وتطلعي من دولابك كده وتبقي وتشيكي وتبقي شيكه وانيقه.
زي كده ما بيعملوا روتين البيت وتقومي تتحمسي بعد ما تتفرجي على روتين البيت وتقومي وتشتغلي في البيت. برضو انا عايزاكي تتحمسي لنفسك قوي وتقومي تطلعي من دولابك او تشتري حته بسيطه مع اللي عندك موجود في الدولاب، فتبقي شيك وتبقي دايما ست انيقه وشيك فعلا. لان انا يعني بجد انا بحب الست تبقى شيك كده ومتجدده كل شويه. على فكره ده هيغير من نفسيتك جدا وهيخليكي احسن وبتدي بطريقه احسن فعلا، ده صدقوني والله. ده تاني اوتفيت اروح اغير وارجع لكم. وده تالت اوتفيت خليته كاجوال شويه. خدت الشنطه الباك دي وعلى البنطلون اللي هو كاتنج بس على فكره ده متبطن ومع الكوتشي الابيض. ايه رايكم؟ حبيت انا قوي ده. تقريبا انا لو عايزه اطلع من الدولاب تاني وابتدي ان انا انسق البلوزه البيضه مش هتقولي لا، كل ما البس حاجه هتبقى لايقه عليها وهتبقى شكلها شيك فعلا. ولكن انا بديكي الفكره وانتي تقدري تطلعي من دولابك اللي يناسبك والشكل اللي يناسبك والشكل اللي انتي حباه، سواء تلبسيه على الجينز سواء تلبسيه على قماش ايا كان. المهم انا عايزاكي تقومي وتتحمسي وتبتدي تشتغلي على نفسك وتخليكي دايما وفي كل الاوقات شيك وشكلك حلو ومنسقه في لبسك. ما حدش يقول اصل الولاد اصل المدارس اصل ان انا ورايا التزامات اصل ورايا حاجات فانا مش هينفع ان انا انسق من لبسي، وورانا تمارين للولاد وورانا حاجات للولاد ومرانا مش عارفه ايه. الحاجات مش بتخلص يا جماعه وعمرنا هو اللي بيخلص. احنا لازم نستغل كل حاجه وكل لحظه حلوه بنمر بيها في حياتنا لازم نستغلها احسن استغلال. انما ما نهملش في نفسنا ونبتدي ان احنا نلبس اي حاجه يبقى شكلنا مش مرتب ومش حلو. هو ده اللي عشان ابقى انا ست باين ان انا ست شقيانه وان انا شغاله على، لا انا ممكن اشتغل على اولادي واشتغل وانجح في بيتي وانجح في شغلي بس برضو يكون شكلي منسق وحلو وباقل التكاليف. زي ما انا قلت لكم اي حاجه، وكان في فيديو انا كنت منزلاه ان بلوزه بسعر مثلا معين نسقتها على كذا حاجه من عندي وكان الفيديو روعه. هسيب لكم لينك الفيديو في البايو او هتلاقوه يطلع لكم، ما اعرفش المهم انا هسيبه فين بس المهم انا هسيبه عشان تتفرجوا عليه وتشوفوا الفكره اللي انا عملتها. بلوزه باقل ثمن وقدرت ان انا استغلها باكتر من طريقه وكان فعلا شكلها اكتر من رائع. فانا عايزاكم ان شاء الله يعني تابعوا معايا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تستفادوا. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هحاول ان انا اعمل فيه تنسيق ملابس لبنات الجامعه. انا عارفه طبعا ان البنات بيبقوا عايزين يغيروا كل يوم وعايزين حاجات كتيره يلبسوها. انا هديكي افكار معينه ان انت تلبسي اكتر من اوتفيت بس بسعر كويس ومعقول وفي نفس الوقت يبقى شكلك شيك وانيق وما تحسيش ان الموضوع اوفر او مادياته. بس دي كانت فكره الفيديو. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس اوعوا تنسوا عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. واشوف وشكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.